اليوم جبت لكم واحدة من أطيب وأشهر الأكلات العراقية الأصيلة، أكلة تعبر عن الطيب والكرم، وهاي من أكثر الأكلات اللي أحبها. اليوم راح نسوي سوى الدولمة العراقية بطريقتي، خليكم وياي خطوة بخطوة. نجيب باقي السلق نقصها من النص، ناخذ العضل نقص نهايتين ونخليها بالجدر. عندي هنا 3 قطع من ضلوع الغنم نوزعهم بالجدر، من منقوع ومغسول ساعتين. نضيف كاسة طماطة وكاسة لحم شرح قطع مكعبات، باقة اشبنت اخذ منها شوية واثرمها ناعم. وهنا عندي كرفس هم ثرمه ناعم وخليه ويا الاشبنت ونضيفهم اثنينهم بالجدر. وهنا عندي مجموعة بهارات راح اكتبها لكم اسفل الفيديو. نضيف معجون الطماطة، شوية دبس الرمان، ونخلط المكونات كل زين، وهيك صار كلش تمام. نجيب ورقة واحدة نضغطها بهذا الشكل، اخذ كمية من الحشوة ونلفها، ونكمل الباقي اريده بهذا الشكل. وبعد ما راح اكمل المكونات كلهم اوزعهم بالجدر واضغطهم ضغطة واحدة. وهسه بعد ما كملت راح اخليهم على نار ناصية مدة 15 دقيقة. وهنا حبايبي خبطت مي ومعجون ولا مندوزي وشوية ملح بالكاسة راح اضيفهم. استوت الدولمة راح نقلبها ونشوف نسوي استواء تام. واللي هنا نكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، اتمنى تجربونها وتسوونها بطريقتكم. واذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون الجرس حتى توصلكم كل الوصفات الجاية. نشوفكم على خير بالاكلات الجاية وبالعافية عليكم.